طيب عارف انه بالنسبه لناس كتير الميوزيكلز او الافلام الغنائيه مش اكتر شيء مستساغ او سهل في المشاهده، وبصراحه لو دخلت مع اي حد في الجدال ده هقدر جدا اتفهم اسبابه. ايه المنطقي في ان كل حاجه تقف مره واحده والاقي كل الناس بتغني وترقص؟ ايه الاسباب اللي تخلي شخص يختار يحكي حكايته عن طريق الاغاني والاستعراض؟ انا هتفهم اسبابك جدا لكني ابدا مش موافق، لانه لو سالتني انت ليه بتحب السينما فالسؤال ده له اجابات كتير جدا، اهمها طبعا واولها ان ده المكان اللي قادر فيه تهرب من الواقع، تعيش قصص وحكايات وتختبر تجارب مستحيل تختبرها في يومك العادي. وبالنسبه لي الميوزيكلز من اكتر التصنيفات اللي بتعبر عن المعنى ده بمعارضتها لكل حاجه ليها علاقه بالواقع، الجو اللي بتخلقه المليان بالالوان والخيال والمشاعر. انا بحب جدا العبثيه والغرابه في الافلام لما بتكون معموله بنظام، لانه في افلام غنائيه كتير وحشه. حتى فكره العبث لازم تخضع لشويه قوانين، لازم يبقى فيه وعي للتوقيت الصح اللي الكلام فيه بيقف وتبدا الاستعراضات علشان توصل فكره. وقتها ده بيبقى تأثيره أكبر بكتير من حكايته بالحوار العادي، لأنه ببساطة أنت بتبقى كمشاهد عشت حالة الفكرة من خلال الاستعراض والأغنية اللي بيتقدموا. دايما الأغاني والمزيكا مرتبطة بالنسبة لنا بمفهوم التعبير عن المشاعر اللي صعب تعبر عنها بالكلام العادي. للسبب ده هتلاقي تقريبا ان معظم الميوزيكلز على اختلاف الحواديت اللي بتحكيها بتبقى في مصدرها عباره عن قصص حب، لانه دي اكتر حاله البشر بيختبروا فيها مشاعر متلخبطه ومتناقضه. وانا بحضر للحلقه دي لقيت في دماغي قائمه كبيره للافلام الغنائيه اللي بحبها واللي كلها صالحه ان اتكلم عنها، لكني فضلت اختار اكتر 5 افلام ممكن تكون مدخل للناس اللي مش بتحب التصنيف ده او بتلاقي صعوبه في تقبله. وعلى الاساس هيبقى ترتيب الافلام في القائمه من اول الاسهل في التقبل والمتابعه وصولا للافلام اللي نوعا ما تقيله، طبعا على امل يبقى في اجزاء تانية من الفيديو ده وترشيحات تانية في المستقبل. فكالعاده الاول اهلا بيك، انا محمود ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. Good evening, ladies and gentlemen. فيلم وونكا بيحكي عن الشاب ويلي وونكا اللي بيسافر من قريته للمدينة بعد وفاة أمه بهدف إنه يكون أعظم صانع شوكولاتة في التاريخ، لكن مع وصوله هناك بيصطدم بمديرة فندق بتحوله لعبد عندها، ولما بيحاول يهرب منها بيصطدم ب3 من محتكرين صناعة الشوكولاتة في المدينة اللي بيحاولوا بكل جهدهم إنهم يتخلصوا منه. Allow me to refresh your memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. فيلم وونكا هو فيلم دافي قوي ممتع لاقصى حد، بسهوله بيسحبك معاه علشان فجاه تلاقي نفسك طفل عنده 12 سنه قاعد منبهر بسحر الالوان والخيال الطاغي. بول كينج مخرج الفيلم من المفضلين قوي بالنسبه لي، بعتبره اكتر مخرج بيعرف يتعامل مع الافلام العائليه بشكل متوازن بحيث انها تكون فعلا صالحه للمشاهده العامه، لانه معظم الافلام اللي في التصنيف ده خصوصا لو كانت لايف اكشن مش انيميشن بتبقى طفوليه قوي وكرنج بالنسبه لاي حد كبير بيتفرج عليها. لكن بول كينج من اول ما ظهر في افلام بادنجتون عارف قوي يحافظ على وزنيه خلق عالم ساحر وممتع بدون ما يبقى كرنج، وده اكتر جانب انا بقدره في الفيلم. طبعا غير روعه الديكورات اللي معظمها حقيقي بالمناسبه واستخدام السي جي اي فيها مش كتير اطلاقا. فيلم وونكا كمان عنده تجربه دراميه خفيفه ومؤثره متمثله في العلاقه بين وونكا والطفله اللي بيقابلها نودل، وونكا اللي بيحاول انه يحقق حلم امه الدافع الوحيد اللي بيخليه ينتقل للمدينه، وبين نودل الطفله اللي بتدور على اهلها. وبيقدم رسائل حلوه كتير عن اهميه العيله وجمال الصداقه وسط اداءات جيده من تيموثي شالامي في دور وونكا وكالا لين في دور نودل. وعندنا كمان وشوش مميزه قوي في الفيلم زي العظيمه اوليفيا كولمان وهيو جرانت. شخصيه ويلي وونكا صانع الشوكولاته الشهير مش اول مره تتقدم في السينما، واتقدمت قبل كده في الفيلم الكلاسيكي ويلي وونكا اند ذا شوكليت فاكتوري اللي كان من اخراج ميل ستيوارت وبطوله بيلي ويلدر، وفي الفيلم المشهور تشارلي اند ذا شوكليت فاكتوري اللي كان من اخراج تيم بيرتون وبطوله جوني ديب. وفيلمي المفضل في 3 هو فيلم ستيوارت بالتجسيد العظيم من بيلي ويلدر، لكن انا اخترت احدث فيلم لانه اكتر سلاسه في المشاهده من نسخه ستيوارت اللي ممكن تكون قديمه شويه. الهدف الوحيد من وجود الفيلم ده في القائمه على الرغم انه مش شبه باقي الافلام وبيلعب اكتر في اتجاه الافلام العائليه الخفيفه، هو انه انت فعلا لو شخص بتكره الافلام الغنائيه فاضمن لك انك مش هتلاقي اي صعوبه في التواصل مع قصته والتعلق بيها، لانه اكتر شبه بافلام ديزني الخفيفه الدافيه المليانه بالخيال والسحر. الجانب الغنائي جزء مهم منه لكنه مش بيبقى غريب قوي وسط افلام الخيال وسهل تقبله. وتقييمي لفيلم وونكا هو 7.5 من 10. فيلم تيك تك بوم هو فيلم من انتاج سنه 2021 واخراج لين مانويل ميراندا، عباره عن فيلم سيره ذاتيه للكاتب المسرحي الامريكي جوناثان لارسون. جوناثان لارسون احد الكتاب اللي غيروا شكل المسرح الامريكي من خلال مسرحيته رنت، واللي قعدت تعرض على مسارح برودواي لمده 12 سنه. لكن لارسون ما حضرش النجاح ده لانه بيموت قبل العرض الاول للمسرحيه بيوم واحد. لكن مش ده الجزء اللي الفيلم بيحكيه، وانما الفيلم بياخدنا لحياه جوناثان لارسون وهو على مشارف ال30 من عمره علشان نعيش معاه رحلته وصراعه مع الوقت بحثا عن النجاح في الشغل.
فيلم تيك تيك بوم من 2021 لحد دلوقتي يعتبر اتفرجت عليه حوالي 4 مرات من كتر ما وقعت في غرامه من اول لحظه. وبعيدا عن فنيات الفيلم المتكامله، فالفيلم لمسني جدا بقصه صراع البطل مع الوقت ورغبته المستميته في تحقيق ذاته. لارسن خلاص قرب على ال30 ولسه ما عملش حاجه في حياته. الفيلم بيخاطب الخوف دفين جوانا من انه نموت من غير ما نلاقي النجاح اللي بنحلم بيه. زود على ده نقطه السعي والاجتهاد الشديد وبذل كل ما في وسعك من طاقه ومفيش اي جديد بيحصل في الحياه، اللي هو الخوف اللي ممكن يبقى موجود في حياه اي شاب. والفيلم بيجسد ده حلو قوي، وبيزيد تاثيره لما اول كلمه بتتقال فيه ان الشاب اللي انت شايفه قدامك ده ما شافش نفسه بينجح. ومع ذلك فيلم تيك تيك بوم مش كئيب اكتر من انه خطاب محبه لارسون خصوصا، ولكل شخص بيسعى في الحياه انه يثبت نفسه ولسه فرصته ما جاتش. وفوق ده بيجي عظمه اسلوب السرد وفكره التركيز على الجانب الاقل اثاره للاهتمام من حياه بطلنا، لانه الشيء اللي خلاه مشهور مش بيتم ذكره حرفيا غير في اخر الفيلم خالص. والقصه كلها بتتحكي بشكل فريد جدا وهتفهموا قصدي في اخر الفيلم، مع طريقه ادخال الاغاني في حكايه القصه ومدى اندماجها مع الاحداث بالشكل اللي من ناحيه بيوصل المعلومه اللي لو حاولت انك توصلها من خلال الحوار فانت محتاج جهد كبير جدا، لانه احنا حرفيا بنقدم الشخصيات في مده بسيطه جدا من خلال مجموعه اغاني في البدايه، وبننطلق في القصه بسرعه مع الحفاظ على الاجواء الخفيفه الممتعه المليانه بالدراما السلسه والكوميديا الخفيفه في بعض الاوقات، ومن ناحيه تانية سهوله توصيل المشاعر. اغنيتي المفضله في الفيلم هي اغنيه Come to Your Senses. مع كل مره بوصل فيها لمشهد الاغنيه حقيقي بنبهر من انه نوع المشاعر اللي في المشهد ده ازاي كان ممكن توصل لو الفيلم ده مش غنائي. طبعا كل الاغاني في الفيلم هي من كتابه جوناثان لارسن نفسه، بحب منهم جدا 3 اغاني جنب Come to Your Senses في Louder Than Words و 3090، مع بقى روعه اخراج لين مانويل ميراندا ومحدوديه الاماكن اللي بيتم التصوير فيها ومدى طبيعيتها، لانه على عكس باقي الافلام اللي موجوده في القائمه دي فيلم تيك تيك بوم احداثه بتدور في اماكن عاديه، بيت، مطعم، اماكن صغيره على مستوى التصميم، ومع ذلك تصميم الاستعراضات الرائعه بتكون مناسبه جدا مع الشكل اللي صمم بيه ميراندا الهويه البصريه للفيلم. ودي حاجه انا اقتنعت بيها بعد المشاهده الثانيه، لانه انا كنت مقتنع ان الفيلم ده لانه من انتاج نتفليكس فالميزانيه ما كانتش كافيه لتكوين صوره مبهره بالشكل الكافي، لكن مع الإعادة حسيت إن البساطة دي هي سبب تأثري بالفيلم واقتناعي بواقعيته على الرغم من أسلوب الاستعراض. الفيلم من بطولة الرائع أندرو جارفيلد اللي بيقدم أداء متميز جدا سواء على مستوى التجسيد أو على المستوى الحركي، أداء اترشح عنه للأوسكار في 2021. وحبيت كمان أداء الشاب اللي عمل دور مايكل وروعة كتابة شخصيته. أنا اخترت أدخل تيك تيك بوم في القائمة دي لأنه في نظري بيقدم المفهوم الخام لمعنى فيلم استعراضي، ولأنه تأثير تفاصيل قصته ممكن يخلي أي حد يتفاعل معه بسهولة وينسى تماما إنه فيلم غنائي. وتقييمي للفيلم ده حتى بعد المشاهده الرابعه لسه العلامه الثانيه. بتدور احداث فيلم سويني تود في لندن في العصور الوسطى عن حلاق اسمه بنجامين بوركر بيعيش مع زوجته وبنته حياه سعيده، لكن لما بيشوفهم قاضي المدينه بالصدفه بيعجب بزوجة باركر جدا، وعليه بيقوم القاضي بنفي باركر بتهمه زور في سبيل انه يحصل على زوجته. واحداثنا بتبدا بعد سنين من الحادثه دي لما بيهرب باركر من نفيه وبيرجع لندن، لكن المره دي باسم جديد وهو سويني تود، ومن خلال مهنته بيحاول انه ينتقم من كل اللي تسببوا في ضياع عيلته. انا شفت الفيلم ده من بدري قوي ويعتبر من اوائل الافلام اللي خلتني احب التصنيف ده لسبب ما بداتش ادركه غير وانا بعيد مشاهده الفيلم تحضيرا للفيديو. يمكن سويني تود اكتر فيلم غنائي شفته بيطبع مع الاغاني الموجوده فيه. مش عارف اذا كنت هعرف اوصل الفكره دي بشكل كويس او لا، بس بحس ان ابطال الفيلم مش بيغنوا اكتر من انه هي دي طبيعه العالم اللي موجودين فيه، كأن الأغاني هي أسلوب كلام الشخصيات، وده راجع لسببين، أولهم تيم بيرتون مخرج الفيلم، وبيرتون من المخرجين اللي عندهم أسلوب اللي هو مستحيل تشوف فيلم له وما تعرفوش من خلاله، وهنا كعادته بيرسم هوية بصرية ومتقنة جدا، صورة مليانة بالسواد والكآبة اللي بتشكل معالم مدينة لندن اللي بينتشر فيها الظلم والفساد والأمراض والجهل من وجهة نظر بطلنا. وجهة النظر دي اللي بتختلف تماما لما بنرجع نزور الماضي بتاعه وهو موجود مع عيلته، وبنلاقي سواد الصورة اتحول لألوان دافية ومبهجة. ده غير قدرته على مزج قصص الحب الكتيرة الموجودة في الفيلم مع الرعب والدموية اللي بيشكلوا أجواءه. عدد الأفلام اللي بحبها لتيم بيرتون أقل بكتير من أفلامه اللي عندي معاها مشاكل، لكن أبدا ما أقدرش أنكر إنه عنده لمسة إخراجية ساحرة ومتميزة وبتضيف للقصة متعة فوق المتعة بتاعتها. أما السبب الثاني فهو تمكن الممثلين من التجسيد، كل حد منهم بيفرض طريقته في التمثيل على الشخصيه، كلامي تحديدا على جوني ديب والرهيبه هيلينا بونهام كارتر وطبعا ألان ريكمان. ده غير سحر التناغم الموجود بينهم على الشاشه، وده ممتد حتى للشخصيات الجانبيه بين جيمي كامبل والعظيم تيموثي سبالت. سويني تود من الافلام اللي حببتني في السينما بشكل عام، مش بس جانرا الافلام الغنائيه، ويعتبر حتى الان من مفضلاتي، واكيد تقييمي له هو العلامه الكامله. خلينا بقى ننتقل لحاجه اتقل شويه. ويست سايد ستوري هو نوع الافلام الغنائيه اللي ممكن يخلي ناس كتير تفكر مرتين قبل ما تشوفه. احداثه اولا بتدور في مكان اسمه الحي الغربي، مكان فقير ومتهالك بيعيش فيه خليط بين الامريكان البيض والمهاجرين الاسبان اللي عايشين مع بعض في صراع دائم محركه الغضب والكراهيه، اللي بتدفع المتعصبين من البيض لتكوين عصابه اسمها الجيتس
والمتعصبين من الاسبان لتكوين عصابه اسمها الشاركس. واحداثنا بتبدا زي اي فيلم غنائي كلاسيكي لما بتنشا قصه حب مستحيله بين احد قاده عصابه الجيتس واخت قائد عصابه الشاركس. فيلم ويست سايد ستوري النسخة السينمائية من مسرحية مشهورة جدا بنفس الاسم وإعادة إنتاج لفيلم اتعمل في 61. وعلى الرغم إن فكرة الريميك بالنسبة لي بتقلل من أي فيلم، لكن ده من الأفلام اللي غيرت لي وجهة نظري، لأنه وقتها أنا لما حبيت أشوف الفيلم الأصلي واجهت صعوبة في التفاعل معاه بسبب بدائية الإنتاج. فوقتها أدركت إنه مهمة الفيلم ده الأساسية هي إعادة إحياء القصة الكلاسيكية، وده اللي بينجح فيه بجدارة. ويست سايد ستوري من إخراج المخضرم ستيفن سبيلبرج، واللي كعادته بيقدم فيلم بصورة مذهلة سواء من ناحية السينماتوجرافي أو البرودكشن ديزاين، اللي بيدي إحساس بإنك قاعد في مسرح فعلا وبتشوف مسرحية، بالمزج بين حقيقية الديكورات والمبالغة شوية في العرض، واستخدام الالوان فيها بيضيف ليها احساس انها جزء من ديكور المسرح. وده كان مؤثر كمان على اسلوب السرد اللي هيقدم نفس الاحساس، لانه بشكل عام القصه اللي بيحكيها هي قصه قديمه جدا واتعمل منها نسخ كتير باسماء واشكال مختلفه، بدايه من روميو وجولييت وانت طالع. فإضافة الطابع المسرحي على أسلوب السرد كان مناسب جدا، لأنك لو حكيت القصة بالأسلوب السينمائي المعتاد هيبقى صعب قوي تقبلها بسبب كم الكليشيهات اللي موجودة فيها. ولو اتكلمت بقى عن عظمة الاستعراضات فمش هسكت من كتر ملحميتها وروعة تصميم رقصاتها. طبعا المفضل بالنسبة لي كان استعراض أغنية أمريكا، لأن حسيته معبر قوي عن رسالة الفيلم. يمكن مشكلة الفيلم الوحيدة هو اختيار الممثل أنسل إلجورث علشان يكون بطل القصة، وده بسبب ضعف أدائه سواء على المستوى الحركي أو مستوى التجسيد اللي كان بيوصل في بعض الأوقات للفصلان من الفيلم. لكن ده بيعوضه اداءات رائعه من ريتشل زيجلر، اريانا ديفوز وديفيد الفاريس. اصلا مشهدي المفضل في الفيلم كله هو حوار غنائي في اخر الفيلم بين اريانا ديفوز وريتشل زيجلر، كان من اجمل منهم. فيلم ويست سايد ستوري محتاج شويه مجهود علشان تتفاعل مع طريقه حكايه حدوته، لكن لو عرفت تخطى فصول التقديم وتتعود عليها هتحصل على قصه كلاسيكيه غنائيه عظيمه. وتقييم الفيلم هو 8 من 10. فيلم لا لا لاند فيلم غني عن التعريف اصلا، لكن في نفس الوقت ما كانش ينفع اعمل قائمه عن الافلام الغنائيه وما اتكلمش عن واحد من افضل 10 افلام شفتهم في حياتي عموما. فيلمنا بيحكي عن ميا الممثله المغموره اللي بتسعى للشهره لما بيحطها القدر في طريق سيباستيان عازف البيانو والعاشق لموسيقى الجاز، واللي بيحلم يكون عازف مشهور، عشان تنشأ بينهم قصه حب قايمه على رحله كل واحد منهم لتحقيق هدفه. انا عارف انه في ناس كتير مش بتحب الفيلم ده بالذات، وده شيء مش مفهوم بالنسبه لي اطلاقا. اللي هو انا بحس ان لا لا لاند بيعبر عن كل حاجه احنا بنحبها في الافلام، بينجح انه يخلق عالم ساحر مليان بالدفى والطاقه والالوان وغير خالي من الواقعيه. انا شفت الفيلم ده تقريبا فوق ال5 مرات، والعجيب ان كل مره بشوف فيها الفيلم بكتشف جوانب جديده ما كنتش واخد بالي منها، بتخليني احس اني بشوف الفيلم لاول مره. وده راجع ان الفيلم بعيدا عن سحره والشكل الحالم اللي بيرسمه هوليوود عنده قصه متكامله الاركان بشخصيات تقيله جدا. جدلا لو شلنا الجانب الغنائي الاستعراضي من الفيلم هيفضل كتير جدا، لكن الحمد لله انه مش محتاجين نشيل الجانب ده من القصه، لانه وجوده بيرسم ابعاد متشابكه لشخصياته وبيقدم الصراعات اللي بيتعرضوا ليها باكتر شكل شاعري ومؤثر ممكن. وعلى الرغم ان لا لا لاند اشبه بالحلم الجميل الا انه مش فاقد للواقعيه ومدرك كويس لمسار شخصياته، وده شيء مبهر جدا لما تيجي تفكر فيه. قدرة السيناريو على خلق التوازن بين الخيال الملون الناتج عن الرومانسية والواقعية الدافية الناتجة عن مسارات الرحلة. ده غير ان الفيلم تجربة اخراجية خلاص ما بقيناش نشوف زيها، اللي هو انا بحس انه ده اخر فيلم غنائي الاستوديو وثق في صنعه لدرجة انه يقدم له ميزانية ضخمة تكفي صنعه، الميزانية اللي بيستغلها ديميان شازيل في تكوين مشاهد مبهرة بصريا ومعقدة جدا على مستوى التنفيذ، واخص بالذكر مشهد البداية، وبينطلق في تكوين مشاهد استعراضية طويلة مدهشة على مستوى تصميم رقصاتها وعلى مستوى الموسيقى المستخدمة فيها اللي حرفيا بتتكلم. عموما الموسيقى بتتكلم في كل لحظة من لحظات الفيلم، وعنده اغاني لحد دلوقتي انا بسمعها واثرها ما قلش لحظة، واخص بالذكر اغنية ذا فولز تو دريم. لا لا لاند عنده اداءات تمثيلية بعيدا عن مثاليتها ممتع جدا تقعد تشوفها. الفيلم بيستغل كلمة نجوم افضل استغلال، لو ما كانتش ايما ستون ورايان جوسلينج في الفيلم دوت هم المسمى الحقيقي لكلمة نجم، مين المفروض نطلق عليهم الكلمة دي. باختصار انت لو ما شفتش لا لاند لحد دلوقتي فدو يور سيلف فيفور وما تفوتش على نفسك الرحلة الممتعة دي، ولو ما حبيتوش اول مرة ارجع وشوفه تاني في وقت مختلف، لانه ببساطة لا لاند فيلم ما ينفعش ما يتحبش. هو بس دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. لو وصلت لحد هنا اشكرك جدا، شاركوني برأيكم عن الافلام دي لو شفتوها وقولوا لي ايه افضل الافلام الاستعراضية الغنائية اللي شفتوها، واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبة للافلام اللي بشوفها. انا محمود وسلام.